السلام عليكم. بمناسبة دخول المدارس وحيرة كل يوم في تحضير السندوتشات، تعالى اقولك ازاي تعملي سندوتشات محشية جاهزة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. حبة دقيق وشوية مية، مكونات موجودة في كل بيت، هنعمل بيهم مخبوزات رهيبة. مش هنتكلم كتير، يلا بينا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونروح نشوف عملناهم ازاي. عندي كيلو من الدقيق، اي دقيق بجيبه سواء سايب او معبأ لازم ادخله. كيلو دقيق 28 جنيه. بعد ما ننخل الدقيق هننزل عليهم ب3 معالق كبار من السكر، وبعد كده هحط نص كوبايه من الزيت، وبعد كده هنزل ب 400 ملي من الميه. كل كيلو دقيق بيتحط له 400 ملي من الميه قابل للزياده حسب نوع الدقيق. وبعد كده جبت ظرف الخميره ثمنه 3 جنيه، دوبته في نص كوبايه من الميه ونزلت على الدقيق. وبعد كده هنعجن كويس جدا. انا هنا فضلت اعجن مده لا تقل عن ربع ساعه. اظن مفيش اسهل وابسط من كده. دي كل المكونات بتاعتنا اعتقد انها موجوده في كل بيت. هنعجن بقى كويس جدا لحد ما يتكون معايا كده كوره ملمومه على بعض كده وملمسها يكون ناعم. هسيبها بقى في مكان دافي تخمر. انا هنا سبتها حوالي ساعتين لحد ما خمرت. هنا بعد ما خمرت اخدت بالظبط خمر ساعتين. طبعا كل ما تخمر معاكي كل ما تبقى افضل وتديكي نتيجه هايله. بعد ما خمرت قطعت الكيلو 8 كور، 8 كور بالحجم اللي انتوا شايفينه، وابتديت ان انا افردها سمك يكون رقيق جدا. افرديها بقى بنشابه او بعجله، وبعد كده قطعتها مثلثات بالشكل اللي انتوا هتشوفوه ده. انا هلفها شبه الكرواسون، تبقى شبه الكرواسون. وبعد كده الحشوه بقى اللي انت تحبيها، اي حشوه موجوده عندك في التلاجة. لمي بواقي التلاجة بقى كلها. انا فتحت التلاجة لقيت جبنه فحشيتها جبنه. انت بقى عايزه تحشيها شوكولاته، نوتيلا، بواقي فراخ، لحمه. بصوا العجينه دي بتمشي معاها اي حشوه. ولفتها بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده هرصها في الصواني. وبعد كده بقى جبت بيضه، حطيت عليها معلقه من الخل وقلبتهم كويس، وابتديت ان انا ادهن. انتوا طبعا هنا شايفين ان هو ان هو حجمها صغير رفيع. هي بعد كده هتزيد. انا بعد ما هدهن وشها بالبيض هسيبها نص ساعه عشان تخمر تاني. وبعد كده اكون مجهزه الفرن على درجه حراره 200. احطها طبعا تحت خالص، وبعد كده اشغل عليها الشوايه. وادي النتيجه، لون رائع وهشه وطريه، مفيش احلى من كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم وافادكم.